السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجهز فطار معانا. حطينا الحلة على النار، شوية زيت، دي بصلاية متوسطة. هنجهز فول مع بعض، هنقلبها لغاية ما تدبل وريحتها تطلع. بعد كده معايا فصين توم مفرومين، وهنقلب 4 حبات طماطم، هنسيبها تتسبك، وهنحط نص معلقة ملح وشوية كمون على شطة على كزبرة زي ما حضراتكم شايفين. وده الفول انا مفرزاه مسوياه ومفرزاه، هحطه وهسيبه يفك براحته وهركنه. وهنبدأ نجهز الطاسة معانا، هركنه على عين تانية وهنبدأ نجهز الطاسة معانا. هنحمر بطاطس، هنحط الطاسة على النار وهنحط شوية زيت. بعد كده هنحط البطاطس، الزيت سخن، هنحط البطاطس نحمرها. طبعا فطار مصري أصيل زي ما حضراتكم شايفين كده. بطاطس جهزت معايا كده تمام. بعد كده هبدأ أجهز البتنجان. أنا غسلاه وفتحاه بالسكينة وبدأت أحطه في الطاسة، هسيبه يتقلي براحته وبعدين هطلعه زي ما حضراتكم شايفين. هنجهزه، أنا مجهزة له الدقة. الدقة عبارة عن شطة، فصين توم، شوية ملح وشوية كمون على شطة على كزبرة وده خل، حابة تحطي ليمون براحتك. هنقلب وهنبدأ نحشي البتنجان. بعد ما هحشي البتنجان كله، طبعا هو سخن، بعد ما هحشي البتنجان كله هنروح جايين حاطين شريحتين ليمون، وهنعصر نص ليمونة كمان معانا. مش حابة الليمون براحتك، مستكفية بالخل براحتك، ليمون بس زي ما تحب. البطاطس حمرناها، رشينا عليها شوية ملح وكمون وكزبرة وشطة، ودول شوية خضار بيدوها شكل كويس. هنا الفول بقى جاهز معايا. انا معايا حباية فلفل وحباية شطة، عايزاهم يبقى طعمهم ظاهر معايا. بعد الفول ما خلص وجهز معايا قلبتهم وهبدأ اغرفهم في الطبق. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. زي ما حضراتكم شايفين هنغرف الفول بقى جاهز معايا كده تمام. بعد كده شوية خضار طبعا بيديها شكل وطعم جميل جدا. كده بقى تمام، بتنجان جاهز، البطاطس، الفول، مقطعين خيار وطماطم والطعمية. ما تنسوناش في اللايك والشير.